الإبر الصينية مش بس للاسترخاء، الإبر الصينية دلوقتي بعض الناس بيستخدموها في علاج طنين الأذن. طنين الأذن اللي هو الصوت اللي بتسمعه في ودنك وما يكونش موجود حواليك أصلا. لو انت بتعاني من طنين الأذن فتعالى انا اقول لك على كل حاجة تخص الإبر الصينية في علاج طنين الأذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم الدكتور محمود خميس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعضو الزمالة المصرية لجراحات الرأس والرقبة. الطنين من المواضيع المهمة جدا جدا اللي بتشغل ناس كتير جدا جدا وما يحسش بيها إلا صاحب المرض. كل اللي بيعاني من طنين لما بيقعد يحكي لحد يقول له أنا عندي طنين في وداني بيحس إن هو بيهرج أو بيهزر، زي اللي بيقول له إيه ما تعيش حياتك، ايه المشكله يعني؟ لكن دي مشكله كبيره جدا جدا وبتسبب ارق وتغيير في حياه كل مريض للاسف ما بيحسش بيها غير المريض. النهارده جاي اتكلم الحلقه الثانيه عن طريق علاج الابر الصينيه اللي تخص الطنين. الابر الصينيه ده يا جماعه موضوع قديم جدا جدا، استخدمته الصين زمان زمان قوي في علاج واسترخاء، يعني في اساليب الاسترخاء وعلاج الالم. النهارده ناس كتيره جدا مجموعات بعض المراكز بدات تستخدم الابر الصينيه في علاج طنين الاذن. بيستخدموا ازاي الابر الصينيه في علاج طنين الاذن؟ قال لك ان الابر الصينيه دي من زمان قوي 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 بيستخدموها لتحفيز حاجه اسمها نقاط معينه في الجسم لتحسين مسار الطاقه اللي بينتج عنه تقليل التوتر والقلق والشد العصبي، وده احد اسباب الطنين وبالتالي الطنين يقل. كمان ان هي بتحفز وبتنشط الدورة الدموية، وده مهم جدا جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الدورة الدموية. ده بجانب ان هي كمان الابر الصينية دي بتفرز مواد مضادة للالتهاب زي حاجة اسمها اندورفين. المادة دي بتقلل الألم وبتقلل الالتهاب في الجسم. فالابر الصينية عموما ليها وظيفة مهمة جدا جدا ان هي بتحفز الجهاز العصبي المركزي كمان وبتنشط الدورة الدموية للأذن الداخلية. فتعال نقول ببساطة يعني هل ممكن نستخدم الإبر الصينية في علاج الطنين؟ أيوة. طب ليه؟ أولا بتحفز الدورة الدموية للأذن الداخلية اللي هي عصب السمع. طيب ده ايه مشكلته؟ اغلب الطنين بسبب ان في اضطراب او ضعف في العصب في الدوره الدمويه للاذن الداخليه، فانا بالتالي لما بعمل الابر الصينيه انا بحفز الدوره الدمويه ليها وبالتالي بقلل الطنين. الحاجه الثانيه ان انا بعمل تحفيز للنشاط العصبي وده بالتالي بيقلل من اعراض الطنين. الحاجة الثالثة ان انا بعمل حاجة اسمها بفرز مواد مضادة للالتهاب ومواد تانية مضادة للألم، ودي بتخليك تستغني كتير قوي عن الأدوية بتاع الأرق ومضادات الالتهاب والكلام ده كله، فبالتالي بتحسن الطنين من غير ما تستخدم علاج. الإبر الصينية مش الاسترخاء بس، الإبر الصينية دلوقتي في مراكز كتيرة جدا بتقدم الخدمة دي لعلاج الطنين. طيب تعال نقول لك كام جلسة ممكن يحتاجوا مريض الإبر الصينية. هو حاليا الجلسات اللي بيستخدمها المريض معروف ان الجلسة بتقعد تلت ساعة، بياخد جلستين في الأسبوع مش أقل من 12 جلسة، وفي مراكز بتقولك من 8 ل 12 جلسة. بعد 8 جلسات بيبدأ يعمل تقييم، لو الدنيا كويسة بيكمل. تمام؟ طيب ممكن اي اماكن نحط فيها الابر الصينيه. اماكن الابر الصينيه اللي بنحطها غالبا بيبقى ورا اسوان الاذن، مناطق في الراس والرقبه، ومناطق ورا الكتف، وفي مناطق بتحط في الايد، وفي احيانا لزياده الاسترخاء بيحطوا بين الحاجبين. اي حد ممكن يعمل الكلام ده؟ لا، لازم مركز مختص لعلاج الابر الصينيه. طيب اي شخص عنده طنين ممكن يروح يعمل الكلام ده؟ لازم ما يكونش فيه التهاب في الجسم، ما يكونش فيه مشاكل تخص النزيف عشان ما يحصلش نزيف او كده. مراكز يكون كويسة جدا على اساس ان ما تنقلش العدوى ليك. طيب بالنسبة للطنين ده مين اكتر مرضى بيستفادوا منه ومين اكتر مرضى ما بيستفادوش منه؟ خلينا اقول لك ان اكتر مرضى بيستفادوا من علاج بالابر الصينية: واحد، مرضى القلق والتوتر والاكتئاب واللي عندهم مشاكل في الدورة الدموية. 2، الناس اللي بتعاني من مشاكل اضطراب في الدورة الدموية للأذن الداخلية بشرط ان العصب بتاع الأذن يكون سليم، يعني بيسمع كويس مفيش مشكلة في العصب.
3 الناس اللي عندهم مشاكل في فقرات الرقبه زي الخشونه او كده، او عندهم مشاكل زي الغضروف او كده، او عندهم مشاكل زي اضطراب او تشنج في عضلات الرقبه. الناس اللي ممكن ما يستفيدوش من علاج الابر الصينيه دول الواحد الناس اللي عندهم مشكله في العصب السمعي، بمعنى انه عمل مقياس سمع طلع عنده فيه مشكله في العصب السمعي، فده للاسف مش هيستفاد من الابر الصينيه. 2 الناس اللي عندهم مشاكل اكبر من ان هي تكون طنين زي الاورام او الكلام ده كله، ففي الغالب ده ما بيستجيبش للعلاج بالابر الصينيه. طيب هل الابر الصينيه دي متاحه في كل البلاد؟ دلوقتي تقريبا كل المراكز او في مراكز كده معروفه ممكن تجيب اماكنها من عن طريق النت او كده، متوفره في كل دوله وبتقدم الخدمه دي. طيب هل هو علاج نهائي؟ اولا خليني اقول لك اول حاجه، احنا لما بنيجي نعالج الطنين ده بيبقى عندنا وسيلتين فيه، حاجه اسمها علاج تقليدي وحاجه اسمها علاج بديل. العلاج التقليدي ده اللي احنا متفق عليه، لو مريض مثلا عنده مشكله في العصب السمعي بيلبس سماعه، لو مريض عنده مشكله في الدوره الدمويه بيحسن الدوره الدمويه، لو مريض عنده مشكله في الغده الدرقيه بياخد علاج للغده الدرقيه، لو في ورم او في اي حاجه المريض بيشيله او ياخد جلسات. المهم ان احنا بيبقى في مشكله، ده العلاج التقليدي، او ياخد ادويه او اقراص او الكلام ده كله. طيب ايه هو الطب البديل؟ الطب البديل ده اللي هو منه الابر الصينيه. يعني ايه؟ يعني ده مش علاج نهائي او جذري للطنين، لكن بيقلل الطنين بحيث ان انت تقدر تتعود عليه وتمارس حياتك، بدل ما بتعاني منه بالليل وبالنهار ووقت النوم، هو بيقلل الطنين. فخلينا متفقين ان هو مش علاج نهائي، لكن هو علاج بيقلل الطنين بحيث تقدر تمارس حياتك. طيب ببساطة كده، لو انت ما عندكش مشكلة في العصب السمعي، واحد ما عندكش مشكلة في العصب السمعي وبتعاني من مشاكل في الدورة الدموية، او وصلت ان الطنين ده ملوش سبب، وعندك مشاكل في فقرات رقبتك، او عندك خشونة، او عندك تشنج في عضلات الرقبة، او شاب لسه سنك صغير او كده، او مريت بمراحل الاكتئاب والكلام ده كله، او دايما مجهد ومتوتر، فالابر الصينية مفيدة جدا جدا في علاج الطنين بالنسبة ليك. هتلاحظ التحسن والتقييم بيتم بعد 8 جلسات او 12 جلسة متواصلة. لو ليك تجربة مع الإبر الصينية يا ريت تسيبها لنا هنا في كومنت، وما تنساش أولا قبل ما تقفل الفيديو فعل الجرس واشترك في القناة وشير الفيديو يا ريت. ولو عندك أي استفسار يخص الطنين يا ريت يا ريت يا ريت تسيبه لنا وانا هرد عليك ان شاء الله. وانتظرونا الفيديو الثالث ان شاء الله، في برضه علاج الدواء بيستخدم في علاج الطنين، هنشرح فيه كل الحاجة ومين اكتر مريض يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.